كان يا مكان في حديث العصر والأزمان، هناك في شمال الماما أفريكا على الأرض قطعة واحدة هي الكبيرة، جمهورية ديمقراطية سكانها ثوار أحرار رئيسهم تبون من حبهم له أسموه عمي. الثانية هي الصغيرة، محمية ملكية مفقودة فيها الأميرة، ساكنها مستعبد ثرثار معروف عبر التاريخ بأنه غدار وملكه ميمي. الأحرار هربوا الاستعمار ويدعمون كل أصحاب القضايا العادلة بدءا بالفلسطيني وصولا إلى الصحراوي الجار. الثرثار لا يحارب الأشرار، بل يضع رأسه كالنعامة في الأوكار ولا تهمه أية قضية. كيف لا وهو ضحية لعشبة العرعار أثرت على عقله وجعلته يرى مالكه على سطح القمر وهو لم يغادر حتى المطار. الثوار بالدم حرروا الأرض ويعرفون أن كل من عليها فان، أما الثرثار فلا يزال يتباكى على العيون وبشار مستخدما المخيلة وأقلام الألوان. فبالله عليكم، كيف تقولون بأن هذان الشعبان إخوان أو حتى متشابهان؟ فهل يستوي الذي يحرر الأوطان بمن همه على بطنه ولا يتحدث سوى عن البانان؟ أخوتنا صارت طي النسيان يوم أهنتم من استشهدوا من أبنائنا في الميدان. ها هو أمين مليط يحييكم. فولو، لايك، اكسبلور، ولا تشعرون بالخذلان.